السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يكونوا كامل الأخوات بخير وعلى خير. اليوم عندنا وصفتين رائعتين. عندنا بلا غراتان بالجلبان وعندنا دجاج الكنتاكي. الأولى نبدو بالبلا غراتان تاعنا. جيبي المقلاة تاعك وضيفي فيها كمية من الزيت. جيبي فصوص تاع توم ونربيهم ونقليهم كما راكم تشوفوا. ما تطلقيش للنار باش الثوم تاعك ما يتحرقش. من بعد نجيب حبة بصل تكون موية ونطحنها في لاشواغ ونزيدها مع الثوم تتقلى وتدبال بهذه الطريقة كما راكم تشوفوا. بعد ما تتقلى وتدبال نجيب كمية من الفيونداشي، وانتي هنا اللي متوفر عندك نجمي ديريه. الا كان عندك البولياشي ولا الدانت اشي هديريه عادي. ضفت هنا كمية من المعدنوس كيما راكي تشوفي. التوابل عندنا الفلفل الأسود وزت سكنجبير وزت شوية ملح كيما راكم تشوفوا. ما تكتروش الملح البنات، اللي تكون صامتة تنجمي تعالجيها. المالح مكاش لي ياكله. ونقلو صوالحنا. هنا كي تبدي تقلي في الفيونداشي تاعك، هنا تشوفي غير تبدل اللون تاعها، لازم تقلعيها، ما تخليهاش حتى تتحرق لك في المقله ولا طيب بزاف وتنشف، ماشي مليح، بنتها قاع تروح. من بعد نقلع الفيونداشي. الان رايحين نخدموا الجلبان تاعنا في نفس المقلاة، ما تغسليهاش، خلي فيها هذيك البنه تاع الكفته. زدت ضفت كميه من الزيت وفصوص تاع توم، نقليهم ابان ونزيد نضيف نص حبه بصل. صدير البصل هنا ماشي بزاف، نص حبه بصل، وندبلها غايه كما قلت لك في نفس المقلاة كما راكم تشوفوا. وبعد ما تدبل جبت هنا حبة زرودية كنت رابيتها في الرقيق كما راكم تشوفوا. ندبلها هي تاني مع داك البصل، خليها تدبل. هادو الصوالح ديريهم ابتي فو، ما تطلقيش للنار، نقصي هنا، نخلوها تدبل كما راكم تشوفوا. من بعد نزيد نجيب كمية من الجلبان. هنا الجلبان راح يكون الكمية على حساب أفراد الأسرة تاعك وعلى حساب ما يبغوه. كاين اللي يبغوه كاين اللي ما يبغوش بزاف. من بعد زدت ضفت التوابل، عندنا فلفل أسود سكنجبير وشوية ملح. هنا نقصي للنار كاع صدير فياس، باسكو غادي تطلقي لها غادي تبدا تلصق لك وتنحرق لك. باسكو هنا غادي نخلو الجلبان تاعنا والزروديه يطيبوا غير بلا فابور، باسكو غادي يقعدوا يتلصقوا لك. شاك فوا حركي، شاك فوا حركيهم، تخليهمش يلصقوا لك وينحرقوا. وإلا شتيهم باللي راهم يلصقوا لك ديري قطره تاع ما. هنا ضفت كميه من المعدنوس مع الخضروات تاوعي ونبقى نحرك. راني نغطيها باش طيب غير في لافابور، شاك فوا نحرك حتى اللي تتلمسي الجلبان تاعك وتشوفيه باللي طاب. بعد ما يطيب اقلعيه. هنا قليت كميه من البطاطا بتيدي كما راكم تشوفوا، وراني نضيف عليها كميه من العدنوس، ورايحه نضيف عليها هنا الكفته. نص الكفته نضيفها على البطاطا بتيدي والنص الاخر نضيفها على الجلبان. صدير الفيونداشي تاعي رايحه نقسمها. من بعد هنا اللقطه راحت لي عندكم زوج بيض وكريمه سائله. هنا الكريمه السائله ما رايحاش نجم نقول لك شحال الكميه، كي ديري رديها شويه سائله، شغل البطاطا رديها سائله، باسكو كل ما تنقصي كل ما راح تجيك ناشفه. كل ما تزيدي كريمه السائله تاع الطبخ كل ما تجيك مشمخه. من بعد نجي نضيف في الجلبان تاعي اللي ضفت عليه الكفته، زدت ضفت حبه بيض وتوجور الكريمه السائله. وهنا راني نخلط ونشوف. هنا كي تخلطي وتشوفي اذا شفتي القوام تاعها مازال ناشف زيدي ضيفي شويه كريمه الطبخ كيما زدت انا هنايا. شفتها ناشفه زدت عليها كريمه الطبخ ورديها هكا سائله باش من بعد الكراتان تاعك يجيك مشمخ ما يجيكش ناشف. ونزيدها كطبقه تانية كما راكم تشوفوا. هنا الطبقة الأولى درنا البطاطا بتيدي مع الفيونداشي، والطبقة الثانية الجلبان مع الفيونداشي، والطبقة الثالثة كيما نديرو طاجين جبن.
ضيفي كميه من الفخوماج فوندو، حطيه في الغيسيبيون تاعك وضيفي عليه كريمه سائله للطبخ حتى اللي ترديه سائل كيما راكي تشوفي فيه. ورايحه نغطي كامل البلاطو تاعي كيما راكم تشوفوا بهاد الطريقه. رايحه تكون هاد لاكوش التاليه راح تكون لكم روعه. ان نفوت كاع هذاك الفخوماج على البلاطو تاعي، من بعد نزيد نضيف الفخوماج غابي كيما راكم تشوفوا وندخلوها للفرن تتغاتينا. من بعد نروحوا للوصفه الثانيه. عندنا الدجاج الكنتاكي اللي راح يكون روعه. جيبي لا كوكوط تاعك، ضيفي فيها كميه من الزيت وضيفي الاطراف تاعك تاع الدجاج صدير اللي متوفر عندك، الجود بالموجود. انا كانوا عندي لي كويس كيما راكم تشوفوا، وضفتهم على الزيت خليتهم يتقلوا ابين، وزدت ضفت هنا حبيبه صغيره تاع بصل كنت قطعتها فلاشوار كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ونخلي البصل يدبال. يا البنات تعلموا البصل يليق يدبال. وزدت ضفت هنا التوابل، عندنا الفلفل الاسود، عندنا سكنجبير، عندنا الزعتره رشه تاع زعتره والملح بيان سور. هنايا نخلي صوالحي يتقلوا غايه. بعد ما نشوف البصل دبال لي تماما عاد نروح نمرق. شولا مرقي غير شويه. هنا هذا وين ضفت الملح ونخليهم يطيبوا. هنا عندك 10 مينوت اقل من ربع ساعه، ما تخليش الدجاج تاعك يتحرحر. هنا رايحين نخدموا السائل اللي غادي نديروا فيه الدجاج تاعنا. عندنا 2 كيسان فرينه، والكاس الثالث كاس الا ربع مايزينا، توابل فلفل احمر، فلفل اسود، سكنجبير، والتابل تاع الدجاج الا ما عندكش ديري الماجيو، ديري واحد 2 كاير ولا 3. وعندي التابل تاع الفرomاج، هنا تنجمي تستغني عليه التابل تاع الفرomاج شاولي يزيد بنا. وهنا الملح. بعد ما طابونا لي كويس تاعنا رايحين نقلعوا لي كويس، وهذاك المرق نصفوه ونحطوه على جهه. نخلطوا كامل النواشف، عندنا الفرينه والمايزينا والتوابل، نخلطوهم في رحبه كيما راكم تشوفوا. ورايحين نقسمهم، رايحين نقسم في الريسيبيون زاوج، نقسم هاد النواشف اون دو. هذا اللي راني نخدم فيه رايحه نضيف عليه مرق الدجاج صدير لي كويس تاوعي. هذاك المرقه اللي طابوا فيها رايحه نخدمها قوام كي شغل قوام تاع المسكوتشو كيما راكم تشوفوا. مرق الدجاج هذاك رايحه تضيفيه على الفرينه والتوابل وخلطي غايه كي شغل غادي ترديه القوام تاع المسكوتشو كيما قلت لكم بهاد الطريقه. خلطي غايه. من بعد نجيب لي كويس تاوعي كيما قلت لك، ما تخليش لي كويس يتحرحروا لك ويطيبوا بزاف. 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه وطفي لا كوكوط تاعك. نخلطوا ونحطوا هذوك لي كويس تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونبدو نرمضوا فيهم عادي. هنا بعد ما ترمضيهم قضبي الكويس تاعك وكفيه ونفضيه باش يعطيك هاد التدرجات اللي راكي تشوفي فيهم. هادو هما باسكو هادو التدرجات هما اللي يعطونا قرمشه كي نقلوهم. نعاودوا كملوا الكويس تاعنا. نغطي القطعه تاع الدجاج تاعي نغطيها غايه. كي نشوف روحي غطيتها غايه نوقفها ونبدا ننفض فيها ولا نضرب فيها مع الغيسيبيون باش تعطيني هادوك التدرجات. جيسبر تكونوا فهمتوني. شوفوا هادوك التدرجات لازم يكونوا لنا. وهنا في نفس الوقت راني دايره الزيت في ان كاسرول، ما ديريش في المقلاة باسكو خاصنا لي كويس تاعنا يغوصوا في الزيت. درت ان كاسرول تكون شويه صغيره باش الزيت ما ترفدلكش بزاف، وديري فيها الزيت وخليها تسخن. كي تبغي طيبي ديريه في المويه باسكو صوالحنا دجاجنا راه طايب، غادي غير ديك الفرينه وتعطينا تحميره تكون شابه كيما راكم تشوفوا. هنا على بها راني نقول لكم ما لازمش الدجاج تاعك تطيبيه بزاف، ما لازمش تسهي عليه، طيبيه كيما قلت لك. شوفوا هنايا رفديها وشوفي التحميره اللي بغيتيها تما اقلعيهم، عطيها تحميره شابه تكون دوغي هكا. والله صدقوني راح يكونوا روعه روعه. ودعونا غير ربي هذا مكان غير دعوه الخير. بهذه الطريقه حتى اللي نكملوا كامل الكميه تاعنا
ورافقيهم مع صوص بيكونت ولا صوص الجيريان ولا نيمبورت كيل صوص. ورايحين نشوفوا الاطباق تاعنا في طاولة التقديم مع الكغاطة تاعنا كيما راكم تشوفوا، مع دجاج الكنتاكي تاعنا. شوفوا الدجاج تاعنا ما شاء الله، شوفوا رايحين تسمعوا واحد القرمشة والله روعة. رايحين تجربوه مرة، رايحين نقول لكم عاودوه لنا. شوفوا التقديمات تاعنا، ان شاء الله تكون لكم فكرة لطاولة التقديم. راني على بالي باللي اخوات صاي بدات تبحر لهم وش نطيبوا وش نديروا، لي بلا كاع كملناهم. ان شاء الله تجربوا كامل وصفات تاع مطبخ زاد وسمعوا قرمشه. مع الكراتين تاعنا اللي راح يكون روعه في البنه. وما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحوركم، وصلوا على الحبيب المصطفى الامين. سلام.